أنا كاميليا، الاسم اللي اختفى فجأة من الدنيا ومن السينما ومن التاريخ نفسه. ناس قالت إني كنت مجرد ممثلة حلوة، وناس تانية قالوا إني كنت مع الملك فاروق، وفي اللي اتهمني إني جاسوسة لإسرائيل. بس مفيش حد عارف أنا كنت إيه بجد. أنا اللي اتولدت وسط نار وعشت وسط نار، وموتي كان أغرب من الخيال. طيارة وقعت في البحر ولا اتقتلت قبل ما الطيارة تطير أصلاً. الحكاية محدش عارفها، بس أنا جيت أهو أحكيها لك بنفسي. بس اسمعني للآخر عشان أنا مش هرجع تاني. أنا ليليان ليفي كوهين، ودي حكايتي. أنا اتولدت سنة 1919 في اسكندرية، في حي اسمه منشية النصر. اسمي الحقيقي ليليان ليفي كوهين، من عيلة يهودية متوسطة الحال. أبويا كان بيشتغل في مصلحة البريد، وماما ست بيت عادية. بس من وأنا صغيرة كانوا كل اللي يشوفوني يقولولي البنت دي وشها السينما، وأنا صدقتهم. كنت واقفة قدام المراية أقلد البطلات، أرفع حاجبي زيهم وأكلم نفسي كأني في مشهد. بس ما كنتش عارفة إن السينما دي هتفتح لي باب شهرة وتقفل عليا باب العمر كله. وأنا عندي 18 سنة قابلني واحد في حفلة، قال لي أنت لازم تمثلي. ضحكت، بس لما عرفت إنه بيشتغل مع شركة إنتاج بدأت أفكر. وبالفعل أول فيلم دخلته كان القلب له واحد سنة 1945 مع فريد الأطرش. الناس ما صدقتش إن البنت الجديدة دي تبقى كده. كنت لابسة على الموضة، صوتي ناعم، ونظراتي كلها أنوثة، وبقيت نجمة في سنة واحدة بس بقى الشهرة مش دايما نعمة. في حفلة كبيرة جالي راجل طويل لابس بدلة سموكينج وقال لي أنا الملك فاروق. ساعتها ضحكت واتكسفت، بس هو كان فعلا. ودي كانت بداية قصة عمري. فاروق كان بيحبني أو بيحب يتفرج عليا، معرفش. كان يطلبني أروح حفلات القصر، وأوقات ياخدني في عربية ملكية لوحدنا. بس علاقتنا كانت سر، ممنوع حد يعرف. كنت بين نارين، نار الحب ونار الخوف، وأنا كنت لسه صغيرة. ما كانوش سايبيني في حالي، كل يوم مشائعة، كل يوم وقصة. مرة قالوا إن المخابرات البريطانية بتراقبني، ومرة قالوا إن الموساد بيحاول يجندني. وصدق أو لا تصدق، جالي عرض فعلا من الوكالة اليهودية في باريس عشان أسافر واشتغل معاهم، بس أنا رفضت رغم إني يهودية. قلبي كان في مصر، بس مين كان يصدقني؟ وفي عز ما الدنيا كانت ماشية قررت أسافر لأوروبا. قلت للناس إني هشتغل هناك وهتعلم حاجات جديدة، بس الحقيقة كنت عايزة أختفي. كنت حاسة إن المخابرات بقت حواليا من كل اتجاه، وإن الملك نفسه بدأ يزهق مني. حجزت في طيارة رايحة سويسرا، وده كان يوم 31 أغسطس 1950. بس الطيارة دي عمرها ما وصلت. الطيارة اللي كنت فيها وقعت في البحر الأبيض المتوسط، ولا حد لقى جثتي ولا أي دليل إني كنت جواها أصلاً. ناس قالت إن الطيارة كان فيها مشكلة فنية، وناس تانية قالوا إن الطيارة ما وقعتش خالص، وإن كاميليا كانت في مكان تاني تماماً. ناس كتير اتهموا الملك إنه خلص عليا عشان كنت عارفة أسرار كتير، وناس قالوا إن المخابرات الإسرائيلية هي اللي عملتها. بس الحقيقة لسه مدفونة. عارف إيه الأغرب حاجة؟ إن لحد النهاردة في ناس بتقول إنهم شافوني بعد الحادثة بسنين في أوروبا، في بيروت، في فرنسا. بيقولوا إني كنت لابسة نظارة سودة وشعري قصير، بس الوش هو. يمكن كنت لسه عايشة، ويمكن كنت خلاص بقيت شبح. أنا كاميليا، اللي قالوا عنها ممثلة وحبيبة ملك وجاسوسة وضحية. أنا اللي معرفتش أعيش زي الناس ولا حتى موت زيهم. وإنت بعد ما سمعت كل ده شايفني إيه؟ أنا بريئة ولا خاينة ولا مجرد لعبة في إيدين الكبار؟ الليلة أنا حكيت، بس القرار عندك. ودي كانت حكاية عمري في دقايق، بس اللي سمعني كويس فاهم إن كل كلمة وراها 1000 سر. ولو عايز تعرف أكتر تفاصيل عمري الحقيقية من البداية للنهاية، هتلاقي فيديو جوه القناة. المقنع هو اللي بيحكي فيه كل الأسرار بالدلايل وبالوجع اللي محدش حس بيه غيري. روح اسمعه وهتفهم أنا ليه كنت لازم أختفي. أنا كاميليا، ودي حكايتي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.